السلام عليكم، عاملين ايه؟ فيديو النهارده زي ما انت ما شايف كده اسطر، او يعني شكل كارد فيو لنسخة البلس اخر الاصدار اللي هي 75. قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفني اشترك ومتبخلش علينا كده في لايك. هتلاقي عندك تحت كده الفيديو بتاع الاعدادات، او يعني اضافة اعدادات للنسخ البلس لكل الاصدارات، يعني متقلقش. وفي عندك كمان مود وازاي تشيل كل اللاجات او يعني تخلي نسخة خفيفة من الفيروس. تمام، هتلاقيني سايب لك اللينكات دي تحت في الوصف. طيب بعد كده ندخل على اي بي كي اديتور. هتلاقيني برضو سايب لك الاي بي كي ده تحت في الوصف في القناة بتاع التليجرام. تختار النسخة بتاعتك. تدخل هنا كده على فايلز اللي هي اللي تحت. بعد كده تدخل هنا على الريز. اول حاجة هنعملها هنعمل ملف اللي اوت ونغير الحزمة. شوف انت حزمتك ايه. تمام، هتلاقيني سايب لك الملف ده بحزمة اف ام واتساب. آه كده ليه اوت 4، لا هنشيل الشرطة دي ونحط الشرطة اللي هي الصغيرة دي. تمام، هنعمل هنا ريبليس او استبدال. لاني برضو سايب لك الملف ده تحت في الوصف. تمام، تدخل هنا كده على اللي اوت. بعد كده هنعمل ريبليس او استبدال. تمام، بعد كده ندخل بقى على الملف اللي احنا ضفناه ونكتب اف ام واتساب. تمام، ونبحث. بعد كده تيجي تغير الحزمة بتاعتك لجي بي واتساب 2. يعني انا عندي هنا جي بي واتساب 2، انت ممكن يكون عندك اف ام او جي بي بس. تمام، خلي بالك من حتة اسم الحزمة بس. تمام، جميل. بعد كده ندخل على اي درابل فيرجن 1 او 2 او 3 اي حاجة. تمام، بعد كده نضيف الخمس ملفات دول. جميل جميل. تمام، بعد كده ندوس على اللي هي الزائد اللي فوق دي. بس هننزل بس كده تحت الاخر. بعد كده ندوس على الزائد اللي فوق، نحط ملف الكولر او الالوان يعني. تمام، شايف اول امر ده ناخده كوبي. والحاجات اللي هي مكتوبة بالاصفر الاكواد دي اللي هي الالوان، اكيد انت عارف يعني ممكن تغير اللون بتاعها. تمام، عندك هنا 3 نايت يعني فيليوس نايت. انت بتدخل على اي واحدة منهم وبتشوف يعني لو في اي واحدة منهم فيها ملف الكولر اللي هو ده هتضيف فيه. مش شرط يعني فيليوس 8 فيليوس نايت 8 يعني، فاهمني؟ تمام، عشان ممكن تختلف معاك من اصدار لاصدار، بس هي معروفة اللي هي في 8. بعد كده اول ما ناخد الكود الاخير ده ندخل على الفيديوس اللي هو الملف العادي بقى. تمام، فيها الوان عادية وفيها الوان بتاعة النايت اللي هو الفيديوس ده. تمام، بعد كده ندخل هنا على ملف الكولر ونحط الامر بتاعنا. جميل. بعد كده بقى مفضلكش غير الزرار والسميلي، مش اكتر. ننزل برضو كده تحت الاخر نحط الزرار فين اهو. تمام، تدخل عليه. بعد كده تاخد كله سيلكت اول او يعني تحديد الكل عشان بس متغلبش. تمام، نعمل كده سيلكت اول وتاخد كوبي من حرف الاتش هنا، او ممكن لو انت ظهرت معاك كوبي عادي وتمسح الملف. متنساش ان انت تمسح الملف. تمام، بعد كده تدخل هنا على الاكس ام ال. عندك هنا اليو كونفو مودز ويو كونفو مور. تمام، فانا هوريهم لك اهو. تمام، احنا عايزين اللي هي المودز اللي هي اللي في الاخر دي اللي هي فيها حرف الاس في الاخر. تمام، بعد كده نحط الزرار فوق السويتش، او يعني بص اقول لك نحط الزرار كده. بص شايف السويتش ده حطه فيه او تحتيه لحد نهاية الامر. تمام. تمام، كده ما فضلكش بقى غير السميلي. هتفكك السميلي ده، هتدوس عليه. اول ما يفك معاك ادخل على اي سميلي عادي، ادخل على اي ملف 3 او 2 او 4 او 7 اي حاجة. تمام، بعد كده تدخل تعمل اي اسم ملف عندك، اسم مثلا حرف اتش او حرف ام، او تعالى مثلا كده نكتب عشوائي وتبدل الملف. هو الاي بي كي اديتور هيظبط لك الملفات دي تلقائي، ما تخافش. تمام، ان شاء الله حتى لو كتبتها باسمك. بعد كده ندوس على علامة الشاكوش اللي فوق دي.
او نبني يعني او نبلد. تمام. عايز اقولك ان الاصدار ده الملف ده للاصدار ده بس، فلو انت عايز تخليه للاصدارات الجايه انا هخليهولك عادي ما تقلقش، لان هي مربوطه بملفات لي اوت الجديده والستايلات الجديده، فانت مش هتعرف اصلا تربطها. انا هبقى انزلها لك بعد كده لكل الاصدارات. تمام. تمام. بعد ما خلاص بنت مش هنثبت، لا هندخل على ام تي مانجر. تمام. نطلع فوق هتلاقي الاي بي كي اديتور، تدخل عليه. بعد كده تدخل على النسخه بتاعتك اللي احنا لسه مخلصينها من اي بي كي اديتور. تمام. بعد كده تختار كل الكرزات، تدوس على هنا اس سيلكت اول. تمام. وتيجي هنا عند السيرش واقول لك بقى تعمل ايه. بص هتيجي هنا على ام تي في اي بي، هتلاقيني برضه سايبهولك تحت في الوصف. تدخل هنا على الام تي وتدخل هنا على ملف ام. تمام. بعد كده تدخل هنا وتاخد الاي دي ده كوبي وتبحث عنه. والاي دي برضه بيتغير على حسب كل اصدار عادي يعني، انت كده عارف. تمام. تمام. ندخل عليه. ننزل كده تحت وناخد الانفوك ده، الانفوكات دي كلها. تمام. تاخدها كوبي، تيجي كده تقوم حاطط الانفوكات. تمام. تمام. ما تنساش تغير الحزمة بتاعتك من اف ام لجي بي. لو انت بتستخدم يو هتبقى تكتب هنا يو واتساب يعني، فاهمني؟ بس ناخد بقى الاي دي التاني. الاي دي ده حلو الكلام. حلو. نبحث، يطلع بقى زي ما يطلع 4157 يعني عادي. تمام. نيجي هنا تاخد الانفوك ده. استنى احنا بس علشان ما يتعبش نغير اسم الحزمة هنا، عشان بس ما نقعدش كل شوية نغير من هناك من النسخة التانية بتاعت ام تي. تمام. تمام. هتلاقيه مركبهم لك كده. تاخد اللي هو الانفوك ده. تمام. وتحطه هنا. وخلي بالك هي بتختلف من الفيرجن، يعني هنا عندك الكونست فيرجن واحد اللي هي دي. بص اهي، انت بتخليها بس كده اللي هي ايه فيرجنات. تمام. تحط برضو نفس الانفوك، لان هو نفس الانفوك وهو برضو نفس الفيرجن. حلو الكلام. حلو. يعني هو كلها اصلا نفس الانفوكات، الاختلاف بس في الفيرجن بتاعه. تمام. عندك هنا فيرجن 13، يبقى نطلع ناخد اللي هي رقم 3 اللي هي ايه فيرجن 13. هتلاقيها هنا مركبهم لك، تاخده كده كوبي ونحطه تحتها بس. بعد كده تاخد برضو نفس الانفوك وتحطه هنا. حلو الكلام. حلو. نروح برضو نكمل الحوار الاي دي، نبحث عن الاي دي ده نشوف هيطلع ايه. فيرجن 2 هتلاقيني برضو هنا مرقم لك اللي هي الفيرجنات بتاعتها، يعني انا مظبط لك الدنيا، فاهمني؟ بدل ما انت متقعد كل شويه تغير فيه، لا انا سايبه لك باكتر من فيرجن يعني. تمام. نبحث برضه عن الاي دي ده هنشوف هيطلع ايه. بص اقولك، شايف الملفات دي ملكش دعوه بيها، متدخلش عليها، احنا عايزين بس اللي هو ملف الاكس ده. تمام. تمام. ندخل ننزل تحت وناخد الانفوك ده وخلاص، احنا كده خلصنا. وللمرة التالتة عايز اقولك ان الملفات دي الملف يعني الاصدار 75 بس، 9 75. فانت لو عايز الاصدارات الجاية انا هنزلها لك عادي الاصدارات الجاية، وهوريك كمان انت بتحدث الملف ازاي. تمام. تمام. تدوس هنا على اي كلمة وتدخل هنا جوتو. تمام. جوتو اللي هتلاقيه كده حولك على ملف الكونفرزيشن، فعادي انت ممكن تبحث يعني عن اسم الكونفرزيشن كده تاخده كوبي، او مثلا تدخل هنا على جوتو لو انت معرفتش تدخل على جوتو. تمام. تكتب هنا الكونفرزيشن هتلاقيني برضو سايبها لك مع ملف الميثود. تمام. وتدوس هنا على اللي هو كلاسز نيم وتحدد التلاتة دول بس. تمام. احنا عايزين بس اللي هي فيها اسم الحزمة وبعدها كلمة يو او الملف يو يعني. حلو. ننزل تحت للاخر
اكيد في ناس فاهمة، بس يعني انا بفهم اللي مش فاهم، فاهمني. هتلاقيني انا برضو سايبها لك في ملف الميثود، تاخدها اهي كوبي. تمام، اهي كلمة اهي، تاخدها كوبي وتبحث عنها جاهزة يعني. تمام، تاخد بقى كل الميثودات دي، حلو، نحطها هنا. ما تنساش تغير اسم الحزمة. نبحث برضو عن اف ام. تمام، تكتب هنا تحت اسم الحزمة بتاعتك، بس خلاص كده اتغير معاك. تمام، نطلع بقى نجرب ونثبت. لو في اي كراش عادي يعني، لحد ما فيهاش اي مشاكل. لو انت في مشكلة قدامك يعني واقفة قدامك يعني، تعالى عندي في الشات، هتلاقيني برد عليك وبحللك المشاكل. هتلاقيني برضه سايب لك تحت في الوصف لينك الجروب اللي احنا بنتكلم فيه. اي حاجة تقف معاك ابعتها على الجروب ده وانا هرد عليك. تمام، نثبت النسخة ونعمل لها انستول. ندخل بقى نشوف. بص اتركبت معاك عادي. تعالى مثلا، احنا حطينا هنا الزرار نفعل دي ودي. لا ثواني، اهي اتغيرت معاك عادي. تمام، الراستر بتاع الارشيف والراستر كمان بتاع اللي هي كارد فيو او الاسطر العادية. الكلام ده كنت بتلاقيه في بيتا او اي نسخة زي بيتا. تمام، بس عايزك تمشي بقاعدة كده تحطها في دماغك. اي ملف بيركب لأي نسخة عادي، مفيش اي مشاكل. يعني انت لو جبت اصلا متجر السمات عادي تتحط في النسخة اللي هي بتاعت ماركر، اللي هي بتاعت المتجر العادي، فاهمني. تمام، نجرب اهو شوية زراير عشان بس لو في اي خطأ نحله عادي. تعالى مثلا نجرب الزرار اللي هو ده. تمام، ندخل نطلع يعني ندوس على كلمة ريستارت بس، علشان بس تجيب الكارد فيو اللي بعدها. ندخل برضه على الشكل اللي بعده 8، ونعمل برضه ريستارت للنسخة. مش هو لأ يعني، هو بيختلف في 2 شبه بعض، فاهمني. 9 و8 شبه بعض. دي اللي هي فيها بروجرس بار اللي هي الحاجات اللي بتجري دي. تمام، ده الإصدار 75، متنساش. هعمل لك انا الاصدارات التانية متقلقش. لو انت عايز الاعدادات دي هتلاقيني برضو تحت سايب لك اللينك تحت في الوصف. حلو الكلام. طيب لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك ولايك. سلام.